الناس اللي طالعه وتقول لك ان منتخب مصر بيلعب باقل الامكانيات بما فيهم حسام حسن بيقول كده، احب اقول لك اركن على جنب، انت راجل عرباجي كوره. ليه بقى؟ لان افريقيا كلها بتنام وتقوم وتقول لك مصر عندها محمد صلاح، عندها مرموش. تمام التمام. ياسر ابراهيم جايب جون مهم جدا، والمعنويات عنده ما شاء الله، بنقول افضل مدافع في افريقيا. عندك رامي ربيعه، جمهور الاهلي طالع بيقول لك فين ولا يوم من ايامك يا رامي ربيعه، زي الفل. امام عاشور بنقول الراجل ده ما يلعبش دوري مصري ولا يلعب في افريقيا، الراجل ده يلعب في اوروبا. حلو الكلام. فتوح بنقول الراجل ده لو عنده عقليه يلعب في دوري انجليزي ودوري اسباني. فما تجيش تقول لي يا عم الحاج، ما تجيش تقول لي يا عم الحاج ان منتخب مصر بيلعب باقل الامكانيات. مروان عطيه ده اللي جايب لك هدف مهم جدا ومكسبك بيه. يعني انت عندك تيم، مش عايز اقول لك ملناش اي حجه. يعني مفيش اي حد يطلع يقول لك منتخب مصر بيلعب باقل الامكانيات. لو بنلعب باقل الامكانيات هتبقى اداره فنيه فقط لا غير، انما كلاعيبه افضل لعيبه في افريقيا والكل بيعمل لنا حساب. يبقى ندخل مباراه السنغال واحنا ملناش اي حجه، واحنا كعبنا عالي على اي حد. سلام عليكم.